هنعمل النهاردة برجر الفراخ بطريقة مختلفة. كان عندي كيلو من الفراخ صدور متقطعة قطع صغيرة. هبتدي ان انا احطها في الكبة بتاعتي اطحنها طحن كويس. بعد ما هطحن الفراخ بتاعتي، كان عندي بصلاية متوسطة بشراها بالمبشرة واحطها على جنب لحد ما ابتدي ان انا اطحن قطع الفراخ طحن كويس. وطبعا كده كده البصل انا بشراه وجاهز على اني احطه في الكبة. دي طريقة مختلفة بالنسبة للبرجر الفراخ. انا دلوقتي بفضي جزء من الفراخ بتاعتي اللي مطحونة في الكبة، وادي البصلاية المتوسطة اللي انا بشراها بالمبشرة، وهبتدي اطحن برضو بالكبة بتاعتي لحد ما كله يندمج مع بعضه. بعد ما خلصت المرحلة دي فضيتهم في الطبق بتاعي وهنزل بيضة عادية بس بحرارة الغرفة. عندي بصل بودر، توم بودر، معلقة بصل بودر، معلقة توم بودر. عندي كاري. عندي معلقتين كبار من الفيجيتار. عندي معلقة كبيرة ملح. عندي فلفل اسود. عندي بابريكا. كل المكونات دي هبتدي انزل بيها على الخليط بتاعي. بعد كده جبت كيس جاهز اللي هو بتاع خلطة البرجر، هنزل بيه وابتدي اعجن ده كله في بعضه لحد كل الخليط ده والمكونات اللي انا عاملاها تندمج مع بعضها. طبعا البيضة في ايدي اهي برضو في وسط العجينة عمالة اطحن فيهم كويس جدا. لو في اي تكتلات ببتدي ان انا احاول ان انا آه، افرفطها كده من بعضها عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. دي طبعا عندنا لو المكبس، لو ما عندكيش المكبس ممكن ان انت تجيبي غطا اي برطمان عندك، غطا كبير. بس المهم العجنة بتاعتي ان انا اعجن الخليط ده كله كويس جدا. لو حابة تحطي فول صويا برضو عادي، ممكن تحطي نص كوباية من فول الصويا بس تنقعيها الاول. بعد كده عندي بيضتين هحطهم في طبق بره. بس انا حطيت الخليط بتاع البرجر ده في التلاجة لمدة نص ساعة ساعة على حسب وقتك، بس انا عشان بعمله قبلها بيوم فانا سبته ساعة. بيضتين، وعندي كوباية من اللبن هنزل بيهم على البيض عشان هعملها من بره كريسبي. هبتدي ان انا اقلب في الخليط ده البيض مع اللبن، وحاطه نص معلقة فلفل اسود عشان طبعا زفارة البيض. بعد كده انا عندي المكونات اللي انا حطيتها على خلطة البرجر هي فلفل اسود، نص معلقة فلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، معلقة من النشا. ما تنسوش معلقة النشا دي لان بتفرق جامد قوي البرجر بتاعي، بتدي طعم حلو وقرمشة حلو. بعد كده هبتدي اقلب الخليط ده كله مع بعضه في الدقيق بتاعي. قلبته كويس. عندي في الطبق التاني الفيجيتار، حطيت كوباية من الفيجيتار. هبتدي ان انا اقرص فيها بالمكبس بتاعي. لما اتحطت في التلاجة اختلفت، بقت ماسكة نفسها، غير لو انتي عملتيها وابتديتي ان انتي تقرصي فيها. لا انا حطيتها الساعة دي عشان القوام بتاعها ان انا اقدر اتحكم في العجينة بتاعتي. بعد كده هنزل في المكبس بتاعي، كنت حاطة كيس من فوق وكيس من تحت، وابتدي اقرص بالمكبس بتاعي. بعد هتطلع لي بالشكل ده اللي انتوا شايفينه. بعد كده هبتدي اعمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل في الدقيق بتاعنا
اللي انا محضراه بالمكونات اللي انا حطيتها. بعد كده بعد ما حطيت في الدقيق هبتدي ان انا احطها في البيض واللبن اللي انا محضراه، اغلفها كويس جدا، لازم التغليف يكون كويس جدا. بعد كده هنزل في البيض واللبن اللي انا محضراه. بعد كده بعد ما انا مسكتها بالشكل ده هحطها في الفيجيتار واغلفها كويس جدا. بعد ما انا لازم اغلف كويس واتاكد انها الفيجيتار اتحط في البرجر كله بتاعي، المكونات بتاعتي كلها مسكت في البرجرايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده طبعا هبتدي ان انا احضر في كل البرجر كل المكونات بتاعتي. طبعا ده قليناه وبعد ما اتقلى بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. نحط كاتشب بقى، نحط مايونيز ده، خيار، طماطم زي ما احنا شايفين كده، وندلع الايه السندوتش بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك للقناة بتاعتنا، قناة اكلة حلوة.